السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. ان شاء الله اليوم جبت لكم الوصفه تاع المبرجه اللي تذوب في الفم وناجحه من اول استعمال تحت شعار اصغر كيلة على اليوتيوب. صدقوني راح تجربوا بهذه الوصفه بالكاس تاع ام وليد فقط، كاس تاع 240 راح تخرج لكم حوالي 16 حبه مع الجيت. الوصفة هذه ان شاء الله اخواتي خلوها بين عينيكم، سيرتو لبناتنا المبتدئات اللي راح ينجح لها من اول تجربة. اول حاجة نبدأ بها العجينة. عندي 3 كيسان سميد متوسط من نوعية جيدة، انا خدمت بسميد مولا لي باكيه تاعه زرقاء. عندي 3 كيسان سميد ممسوحين، نصف كاس فرينة، مغرف صغيرة عسل ما تكترش العسل، وقليل من الملح. نجيبوا الزبدة تاعنا نذوبوها حوالي كاس قل ربع، نكملوها بالزيت، نخلطوا كل شيء مع بعض، ثم نضيف الليدام تاعنا. تخلطي مليح، حاولي تدخلي السميد في الليدام بيديك، الشغل راكي رايحه تخدمي مقروض، خدمي وحكي غايه تتحسي السميد بدا يرطب في يديك. هذا السر باش تجيك البرجه تاعك تذوب ذوبان، ما تتشققش معاك وما تتفتتلكش. بعد اللي خلطنا غايه غادي نجيب كاس تاع ما والرش واللم، ما تعجنيش غير ترشي وتلمي. غادي تشوفيها جرات معاك، بس كي تخليها تريح غادي تشد روحها. ابقى لي الماء حوالي مغرف صغيره برك تاع ما. نجيبوا الغرس تاعنا بعد اللي كنت فورته، نضيف له شويه تاع زيت ولا تاع زبده، خلطي غايه باش يطرى معاك الغرس. بعد اللي ريحه العجينه نقسموها الى زوج عجينات كيما راكي تشوفي بنفس الحجم، ونجيبوا الغرس تاعنا يكون اقل غير شويه من العجين. نبداو نبسطو في العجين تاعنا بالورق. ودي اللي عندك بلاستيك ديري بلاستيك، ما عندكش ديري كيما راني ندير انا. ولا شوفوا كي الطريقه تاعنا باش الحبات ما يجوش لي شوت بزاف. نردوا العجينه كيما راكي تشوفي رديتها، ونعاود نبسطها باش يجي على الشكل مربع كيما هكا. نديروا هذه العمليه نفس للعجين وللغرس تاعنا. كيما هكا يجي كلشي ساهل. بعد اللي بدينا بقى نحطوا العجين هو الاول، ونزيدوا الغرس، ونزيدي فوقه عجين كيما راكي تشوفين. نبردي غير شويه، ما تبرديش بزاف، غير شويه باش ما ديريهاش غليظه بزاف وما ديريهاش رقيقه. هكا يكون 1 سنتيمتر هكا مليحه. واللي عنده هذا القالب يخدم به، واللي ما عندهش قادر يخدم غير بالخدمي هكا عادي. وي سهل ماشي صعيب. هنا راني نخدم ونوري لكم. جاتني 16 حبه بلا هذوك لي شوت اللي بقاو. بعد اللي كملتهم كامل، حمل السني تاعك وجديه، حطيه فوق الغاز يسخن شويه، فوتي عليه غير بشويه زيت، وخلي الغاز تاعك متوسط، وتبداي تحطي في الحبات تاعك. لازم النار تكون متوسطه، ما تكونش قاويه. طيبي فيه غير بالعقل. شوفوا كي جا. ما تكتروش كذلك ما تكتروش العسل. لو كان تكتري العسل غادي يخرج لك كحل، ما يخرج لكش شباب. درت انايا نصف مغرفه برك تاع حسل، ولا ما عندكش الحسل ديري السكر. وانا شوفوا خواتاتي كي راه
جاي شباب، جاي شهي يذوب في الفرن. انا غادي نقسم معكم الحبه وتشوفوا كي جا يذوب ذوبان. واللي وصلت معايا هنا ما تنساونيش خواتاتي بالجيم اشتراك فضلا ولا يأس امرا. وان شاء الله يكون يعجبكم هذا الفيديو. الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه خواتاتي، في امان الله وحفظه. مع السلامه.